يجهزوه. هقول خبرين وجهزوه. تقرير عن الجمعيه العموميه، تقرير جاهز. نطلع نشوف التقرير ده ونستقبل اثنين من نجومنا الكبار، كابتن ايمن عبد العزيز وكابتن احمد بلال. النهارده كان في اجتماع لمشجعين ومحبين النادي وكان الاجتماع كله قايم على حق النادي المصري في توفير ارض لانشاء نادي اجتماعي. زينا زي، وانا قلت الكلام ده قبل كده يا ابو حميد، زينا زي اي نادي في مصر. انت النهارده ليك حق انك تاخد ارض. انا قبل كده اتخصصت لارض، اتنازلت عنها للدوله عشان يتعمل عليها قريه سياحيه. النهارده ما شاء الله انا ما بطلبش حق النادي المصري ان انا اخد القريه السياحيه، لا، بس الدوله قالت لي انا هاخد منك المكان ده وهعوضك مكان تاني. طب انا لغايه دلوقتي يا جماعه ما خدش مكان تاني. فانا بس عايز افهم الناس عشان الناس ما تقولش مثلا ايه ده مش وقته، ده مش عارف ايه. عايز اقول لهم الدوله وعدتنا بدل المره 2 و3 و10، وانت كنت حاضر والكابتن كريم كان شاهد كمان. فانا يا جماعه انا عايز مكان. النهارده احنا عايزين نتجمع في مكان يا وجيه، مش لاقيين مكان نقعد فيه. ناشد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي طبعا، لان النهارده رئيس الجمهوريه بيطالب ان يكون في حاجات ترفيهيه للشباب وانديه اجتماعيه والكلام ده كله، وتيجي الناس اللي تحت منه من اول رئيس الوزراء لحد وزير الرياضه والكلام ده، بتكلموا على مسؤوليته الشخصيه، بيمشوا في اتجاه تاني. يبقى النهارده هو بيهدموا اللي هو بيعمله. النهارده النادي المصري ما عندوش قطعه ارض موجوده ولا عنده حاجه باسمه موجوده في بورسعيد. فالنهارده ما يطلب مطلب شرعي ان يكون في قطعه ارض نادي اجتماعي، عشان النهارده باقي 4 سنوات على المئويه، وكل ما يجي محافظ بورسعيد يوعد وكل الوعود بتبقى في شنك. يعني تم قبل كده برضه في عهد احمد نظيف ان احنا خدنا ارض واتعمل لها قص شريط وحاجات من هذا القبيل، ولكن كل ده كان في كل 14، كل ده طلع في شنك. انا ليه حق شرعي وليه حق قانوني وليه حق كمواطن. انا راجل مشجع نادي، النادي ملوش نادي اجتماعي، النادي ملوش ارض. اخدوا الارض اللي هنا عشان يدونا دي، واخدوا دي عشان يدونا دي، وبعدين اخدوا دي واخدوا دي واخدوا نادي الشبان المسلمين. ماليش اي حاجه في الارض. انا ليا ايه؟ ماليش نادي ولا نادي اجتماعي ولا ليا اي حاجه. سؤال للمسؤولين في مصر مش في بورسعيد بس. انا النهارده بورسعيد قليل عليها، فيها 53 شهيد، فيها محبوسين ظلم، فيها مصابين، قليل عليها ارض. النادي المصري نادي اجتماعي، ده قليل. اقل حقوقنا بنطلبها. ده الانديه في الدرجه الثانيه عندهم نادي اجتماعي. النادي المصري بحجم اسمه الكبير ما يبقاش عنده نادي اجتماعي؟ طب انهي منطق يقول كده؟ جمع النهارده جماهير النادي المصري وبيطالبوا بمطالب مشروعه، مطالب يعني المفروض ان هي مسلم بيها وحاجات بديهيه جدا، ان هم بيطالبوا بيها من سنين وتوعدوا بيها من مسؤولين على مدار سنوات عديده، ومجالس ادارات كانت كثيره جدا، ومع ذلك حتى الان النادي المصري بلا مأوى بلا مكان. انديه الجمهوريه كلها ما فيش نادي في الجمهوريه مالوش مكان غير النادي المصري، رغم ان هو نادي شعبي كبير جدا وهو كيان كبير داخل محافظه بورسعيد، والبورسعيديه كلهم بيعتبروا النادي المصري مش نادي داخل البلد، لكن هو نادي بلد كامله، وبيعتبروه كيان كبير داخلهم. فشيء طبيعي جدا انه يبقى له ارض ليه او مكان يجمع فيه اعضاء الجمعيه العموميه. من سنه 74 من لحظه العوده من التهجير اتوعدنا وعود كثيره جدا. من ايام الحاج احمد مخزنجي رئيس النادي المصري اتوعد ان يتعمل نادي اجتماعي خلف المدرج الشرقي، ما حصلش حاجه. اتوعدنا ان يتعمل استاد في ارض الجنوب واتحط اساس في عهد احمد نظيف، كان عباره عن ضحك على الدهون، طوب اتحط واتشال وكأن شيئا لم يكن. توعدنا باستاد في منطقه الغرب، ما فيش اي حاجه من ده حصلت.
حتى المحافظين اللي بيجوا بيعمل كلام وهمي وبيقعد يقول للناس احنا هنعمل محلات ومشاريع لتنميه الموارد والكلام ده كله، وكل ما هو الا حبر على الورق، ما فيش اي حاجه بتتعمل. احنا مطالبنا مشروعه زي الاتحاد، زي الاسماعيلي. الاتحاد اخذ ارض ووزير الشباب والرياضه والمحافظ وعده بارض ثانيه وسلمها له، والاسماعيلي كذلك. احنا مش اقل من اي نادي، احنا نادي يعني نادي تاريخ، نادي من 1920. وعدونا قبل كده بكذا مره في كذا حته، يعني في الاستاد في غرب بورسعيد بيدونا اخر مره ارض ورا الاستاد، يعني اسف سوري في اللفظ، ما ينفعش يتحط فيها كشك حلويات بصراحه. اقول لك ده ارض النادي الاجتماعي النادي المصري، ما ينفعش النادي المصري مش اقل من اي حد. وبعدين احنا اصلنا 4 سنين على المئويه، قول لي كده هنحتفل بالمئويه فين؟ النادي المصري ملوش ارض، ملوش ارض ملكه، والسياده المحافظ بيشتغل بشكل سلبي، غير ان اصلا سكرتير المحافظه الموجود المهندس الاستاذ اسامه انور عاصر 4 محافظين وعارف نفس المشكله، واكثر من مره يوعدنا ان في ارض نادي اجتماعي وفي ورق. طب فين الورق دوت؟ ما بيقدموش، وفي الاخر بيجوا يقولوا لنا هنديكوا ارض نادي اجتماعي بتاعتنا اصلا، اللي هو الملعب الحاج سامي متولي، نصها يتعمل نادي اجتماعي ونصها الملعب. في صحافة النهار مع